مباراة الجزائر ونيجيريا. الحالة الأولى الدقيقة 13، هجمة لصالح المنتخب الجزائري، تمرر فيها كرة بينية باتجاه لاعب المنتخب الجزائري رقم 17 فارس شعيبي، الذي يتقدم قليلا ومن ثم يرفع الكرة بيمناه باتجاه عمق منطقة الجزاء. كانت مسافة قريبة بينه وبين مدافع المنتخب النيجيري رقم 6 سيمي أجاي، الذي كانت يده مبدئيا في وضعية طبيعية تتناسب مع الوضعية التنافسية، إلا أن بعد أن رفعت الكرة قام بتحريك يده اليسرى من الأسفل إلى الأعلى، مما جعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، وهذا أدى إلى منع مرور الكرة إلى عمق منطقة الجزاء. لمسة يد واضحة، نتيجة كانت اليد قد تحركت فجعل الجسم أكبر بشكل طبيعي، وبالتالي كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الجزائري، لكن الحكم لم يفعل، وأيضا تقنية الفار لم تتدخل. قرار خاطئ للحكم حرم الجزائر من ركلة جزاء.